عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمطار لا تزال مستمرة، والأرصاد السعودية تتابع التحذير من العاصفة شديدة. طقس السعودية من مكة المكرمة. نبه المركز الوطني للأرصاد في السعودية من استمرار العاصفة مصحوبة بالأمطار وأمطار غزيرة على أجزاء من السعودية، بما فيها مكة المكرمة، والتي شهدت منذ ليلة أمس هطول أمطار رعدية وعواصف شديدة، ما أثار الخوف والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد أن طقس السعودية اليوم يشهد حالة من الاضطرابات الجوية، بينما هاجمت عاصفة شديدة مكة في ليلة الأمس وتسببت في اقتلاع اللوحات الإعلانية في الشوارع والأرصفة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من العاصفة الشديدة والتي ضربت مكة المكرمة. والأمطار لا تزال مستمرة، والأرصاد السعودية تتابع التحذيرات من العاصفة الشديدة. وكشفت الأرصاد السعودية في بيان لها أن طقس اليوم أن الأمطار لا تزال مستمرة على مناطق في السعودية يصاحبها زخات من البرد والثلج، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وأوضحت أن ما بين هذه المناطق رفيدة والربوعة، خميس مشيط وعبيدة وطهران والجنوب، وعلى المناطق السريعة بين المحافظات السعودية على أن تستمر الحالة المطرية إلى الساعة 11 مساء. ولسكان منطقة الباحة أكدت أن الأرصاد السعودية أن الأمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بالرياح النشطة وزخات من البرد والثلج، مما يساعد على تدني الرؤية الأفقية وتصل إلى محافظات العقيق والقرى والأجزاء المجاورة لها. وفي النهاية نسأل السلامة على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.